لو صاحبتي تفهم إني ما خدتوش بمزاجي، خدته غصب عني، ومع إن اللي شافته صدمها بس ده فعلا اللي حصل. أنا ما كانش في إيدي إني أحكم نفسي، وما كنتش ناوية إني أخده. وعلشان تفهموا الموضوع هحكي لكم من البداية. أنا اسمي مروة، عندي دلوقتي 48 سنة. وأنا صغيرة، عندي 14 سنة، ابتدت كل حاجة. أيوة، الحكاية مبتدية من زمان. ما كانش ليا حق ألبس لبس البنات. ماما كانت بتلبسني لبس العيال الصغيرة، ما سابتنيش أطلع من طفلة لأنسة، لأن كانت فاكرة إن كده بتحافظ عليا لما تأخر إدراكي لنفسي كأنسة. جسمي بيكبر، وأمي مستمرة في التعامل معايا عادي. يعني أفتكر إني قلت لها عايزة برا في يوم من الأيام، منظري بيبقى بيموت كسوف. قعدت تضحك عليا وتقولي انتي طلعتي من البيضة، وإمتي منتي بقيتي تتكلمي في حاجات قلة الأدب دي يا سفلة، وضربتني بالقلم. ما كنتش فاهمة بالنسبة لها قلة الأدب دي اللي هي إيه. أنا بتكلم عن جسمي، إيه قلة الأدب في ده؟ وللأسف فضلت حاسة إنه التفكير فيا أو جسمي شيء حرام وغلط وعيب، ومش من حقي. وما كنتش زبانات، كنت حاسة إني أقل، لأن أمي ما كانتش شايفاني أصلاً. كانت بتتعامل معايا على أساس إني ماليش ملامح، ماليش وجود، ماليش كيان، مش أنثى زي باقي العيال. كنت ببص على البنات وبحس إني عايزة أركز واتسحب شوية، وأنا شايفاهم بقوا أنسات وأنا لسه مش موجودة، مع إني زيهم على فكرة. بس أهو اللي حصل. وطبعا ممنوع منعا تام إني أهتم بجسمي بأي صورة من الصور. يعني من الآخر ما ينفعش أعمل رجلي ولا يدي. لحد ما وصلت 20 سنة، يدوبك سمحت لي أبتدي أعمل إيديا ورجليا، وأي شيء تاني ده ممنوع تماماً. ما كانش فيه جوه البيت خصوصية. عمري ما حسيت إني ممكن أكون مصدر فتنة لأي حد، ولا هي اتعاملت على الأساس ده. كنت بحس قوي بتجاهلها لأنوثتي، لأنها هي نفسها معرفتش تتعامل مع أنوثتها. أنا دايما كنت بحس بهم وهي رايحة مثلا تنظف نفسها علشان مناسبة، أو داخلة العلاقة مع بابا. كنت بحس إنها مهمومة، في حين لما كانت تروح تطبخ ولا تعمل أي حاجة في البيت كانت تبقى زي الفراشة. وعلى فكرة ما كانش عندها حاجات عرايس خالص، يعني اللبس كان عادي على طول، وأغلبه مقطع. ده اللي في البيت طبعا. ولو شافت بنت مثلا لابسة بنطلون ضيق ولا حاجة، كانت بتبين إنها قرفانة منها، اللي هو على إيه يا أختي كله ده. وكانت بتحقر قوي أي حاجة أنثوية. يعني بنات خالتي مرة كانوا عندنا وبيحكوا إنهم بيعملوا ضوافرهم ب500 جنيه. هي بصت لهم بقرف وقالت لهم عيال مش عارفة مصلحتها، يا بت انتي وهي شيلوا القرش ينفعكوا بدل الهبل ده. ايه يعني هتفرحي شوية وبعدين تتعودي على منظر يدك ويبقى عادي، وتبقي فلوسك راحت في الأرض. هم نفسهم حسوا إنها عاملة زي الثقب الأسود بيشفط الأكسجين. حرفياً كانت كده، بتشفط الحياة من حواليا. عدوة الأنثى رقم 1 في حياتي. وطبعاً فضلت لحد ما ماتت تحت وصيتها، وما اتجوزتش وبقى عندي وقتها 34 سنة. وكل شوية كانت تقولي رحمك باظ خلاص، انتي ما بقيتيش نافعة، انتي راحت عليكي، هو انتي فاكرة انك هتتجوزي؟ مين يرضى بيكي يا معفنة؟ وانتي متخيلة انك لو اتجوزتي هتخلفي؟ مستحيل، رحمك خلاص باظ. وكلام كان قاسي قوي. عايزة اعترف ان بسبب الكلام ده دخلت علاقة مع ولد أصغر مني ب7 سنين. أولاً ليه أصغر؟ لأني ما كانش عندي ثقة في نفسي، وده ما كانش ليه خبرة في البنات، وأنا هكون أول واحدة يلمسها، فهيكون بالنسبة له وهم. وعملت معاه علاقة بسبب الكلام ده بس، علشان أثبت لنفسي إنها غلط. ومش بس كده، أنا كنت عايزة أحمل منه بس علشان أثبت لنفسي إني سليمة. بس هو خاف وهرب. وعلى فكرة وقتها كنت عندي استعداد أحمل وموت الطفل، بس أحمل واثبت إن رحمي سليم. وبنت نصحتني إنه ممكن بدل الهبل ده أروح أعمل شوية فحوصات وأشعات،
وعملت ده بس علشان أثبت إن كلامها غلط. كلامها اللي خلاني أشوف الولد أبقى معجبة بيه، يلتست ليا، أحس إني مش عايزة أخليه يقرب، لإني عارفة ومتأكدة إنه هيشوفني وحشة، وعلشان كده كنت بقاوم وبهرب. والسن جري بيا، وبقيت أصاحب بنات أصغر مني في السن، لأن اللي في سني كلهم متجوزين وما عندهمش وقت ليا. وبقت حياتي أفضى بعد موتها، وبقت مملة قوي. كنت بالنسبة للعيال ماما الصغيرة، وكنت بروح معاهم كل حتة، بعوض شبابي اللي راح مني، الخروجات اللي ما خرجتهاش، الميك اب اللي ما حطيتوش. كنت بجري وراهم علشان أعمل زيهم وأكتر منهم، بس دايما كنت حاسة إن هما مستغربيني. في منهم اللي فكرني شاذة، لأني غريبة، وابتدوا يخافوا مني. أصله مش طبيعي سني على اللي بحاول أعمله، محدش فاهم حاجة. وحصل موقف ياريت صاحبتي تسامحني عليه. أنا كنت في بيتها وكنت مقضية يوم تحفة قوي، وفجأة دخلت الحمام وهي كانت معلقة قميص نوم وملابس داخلية شكلهم يجنن في الحمام. لفتوا نظري جدا، ما حسيتش بنفسي غير وأنا بخبيهم في هدومي وبطلع بيهم من الحمام. ولما هي دخلت تعمل لي حاجة أشربها، طلعتهم حطيتهم في شنطتي. أنا معرفش ليه عملت كده، أنا مش شاذة ومش عايزة منها حاجة، وأكيد مش حرامية. ابنها لما هي جت فضل يزعق ويصرخ وهو بيقول: طنط حرامية، طنط سرقتنا، طنط سرقتنا، ويجري. صاحبتي حاولت تسكته وأنا كمان، بس هو مرضيش يسكت، وقال بصوت عالي: ماما مش مصدقاني، قومي شوفي في الحمام، مش هتلاقي هدومك، هدومك في شنطتها. أنا اللحظة دي الدنيا لفت بيا، ما كنتش عارفة ولا مستوعبة اللي بيتقال أو اللي هيحصل. حسيت إني بترعش من جوايا، وحسيت إني متجمدة ومش سامعة صوت حد ولا شايفة حد، عايزة أدخل جوايا وبس. فضلت صاحبتي تزعق بصوت عالي وأنا متسمرة في مكاني، ولقيتها فتحت شنطتي وطلعت لبسها، وفضلت تزعق فيا وأنا مش عارفة أتحرك ومش عارفة أسمعها ولا حاسة بيها. وبعد شوية لقيتها بتشدني، قمت وأنا مش دريانة إيه اللي بيحصل حواليا. طلعت من عندها زي التايهة، ومشيت في الشوارع وقت طويل، مش عارفة رايحة فين ولا إيه اللي حصل ده. وفضلت أبكي، انفجرت في البكا وأنا مش عارفة أوقف، بس عايزة أبكي. قعدت على الرصيف وفضلت كده شوية، وبعدين خدت بالي وقمت علشان أمشي، بس جوايا كان حاجة واحدة: أنا مش هسيب نفسي أتحط في الموقف ده تاني، أنا محتاجة أتحط في مصحة نفسية. ولميت شنطتي وقررت إني أروح على مصحة كنت عارفاها، وقلت لهم حالتي وطلبت منهم أبقى مقيمة جوه، لأني خايفة أعيش بره ويتكرر نفس اللي حصل تاني. وهم قالولي عن حاجة اسمها العلاج السلوكي المعرفي. كنت أول مرة أعرف إن اللي حصل ممكن يتصلح، وإن اللي جوايا ممكن أتعامل معاه، وحرماني اللي عشته بسبب ماما ممكن أقدر أحتويه. ومن هنا ابتديت أتعالج وأتصلح مع حياتي. وحكايتي لحد هنا ودلوقتي انتهت، بس حكايات القناة لسه ما خلصتش. وعايزة أسألكم يا بنات، عن مين حصل معاها كده؟ وعرفتي تتعاملي مع نفسك إزاي ولا معرفتيش؟ ولو عرفتي، اتعاملتي إزاي مع نفسك؟